هذا التقرير سأنقل منه عدة أسطر فقط لضابط سوداني ولن أذكر اسمه فلا يشرفنا أن نذكر اسمه، وقال هو رفض أو فصل من الجيش السوداني، وزي ده مفروض يفصل من الدنيا مش من الجيش السوداني. قال بيتكلم عن الجيش السوداني، قال عملوا على أسلمة الجيش، ما قال كوزنة. لو قال كوزنة كان نقول والله يا أخي يمكن الكيزان عندهم أخطاء خلاص ما تكوزنوا الجيش، لا ده عديل بيخاطب في أسياده. قال لك عملوا على أسلمة الجيش، دارين الجيش ده يكون إسلامي، وهذه كلمة لا يقولها إلا منافق. قال وأرادوا تحويله إلى جيش الإسلامي. طبعا هو بيتكلم عن حقبة الإنقاذ، إنه هو كان موجود في الجيش لما جرس الإنقاذ أسلموا الجيش السوداني عشان كده هو طردوه. قال وأرادوا تحويله إلى جيش إسلامي جهادي تبشيري. وما درى هذا المنافق أن الجيش الأمريكي الذي هو سيده وسيد أسياده من الأعراب الذين مولوا هؤلاء الكلاب لقتالنا، هذا الجيش الأمريكي فيه وعاظ بريتشرز. أمشي أدخل الإنترنت شوفوا وعاظ الجيش الأمريكي الذين يتكلمون على الإنجيل ويتكلمون عن سيطرة الإنجيل والتوراة على الأرض. ويجيك منافق زي ده يقول لك ديل دارين أسلموا الجيش. طيب من أسلموا أصلا الجيش لابد يكون إسلامي. قال إسلامي جهادي تبشير. طبعا كلمة جهاد دي عشان السيادة يدوا كمان في دولار زيادة. قالوا أحدثوا تغيير في العقيدة القتالية اللي بسموها الميليتان كريد، العقيدة القتالية قال غيروها بتاعت الجيش السوداني، بحيث أصبح بدلا من أن يكون الجيش حاميا للدستور والوطن حاميا للنظام الإسلامي. برضو ما جاب كلمة كيزان، ما قال كيزان، قال الجيش السوداني بقى حامي للنظام الإسلامي. إذا بيقصد إنه الجيش بقى حامي للإسلام وهو يرفض ذلك فهذا كافر خارج عن الملة. ده مش مفروض يفصل من الجيش، ده يفصل من الدنيا ذاتها، لأن الله سبحانه وتعالى حكم في أمثاله بذلك وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذول يرفض حكم الله سبحانه وتعالى، وأول حكم لله سبحانه وتعالى يكون في الجيش. الصليبي قام علق على هذا العفن وهذا الوسخ. طبعا هو تقرير طويل. الصليبي ده قال شو؟ قال the arming of the entire civilian population of Sudan. قال تجنيد وتجييش الشعب السوداني. ده طبعا زعلان من انه السودانيين حملوا السلاح في قتال هذه الميليشيا الباغية الحاقدة الظالمة التي ليس لها من الإسلام إلا الاسم. قال the arming of the entire civilian population of the Sudan is going هيعمل شنو؟ to have a profound impact، هيكون عنده أثر عميق جدا on the future of politics، هيأثر على السياسة of the country، هيأثر على سياسة البلد. طبعا الأمريكي ده قصده شنو؟ قصده معناه الناس الماسكين سلاح ديل بعدين هيمكنوا الإسلام وهيمكنوا الإسلاميين. قال in ways بطرق that are today hard to imagine. قال أنت الآن ما بتقدر تتخيل خطورة وتفرع المسألة دي. شوف الصليبي ده التقرير طبعا بيكون العبيد ديل سلموا له يسيدهم طوال الأمريكي ده، قال له هاك يا سيدنا يا أمريكي يا صليبي نحن ردينا لك على المسلمين. وللأسف الشديد التقرير ده كاتب واحد خبيث لا علاقة له بدين الإسلام، يصدق فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن قال وينطق الرويبضة، دي من علامات الساعة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تافه قال ده الخبيث ده مرته ردد على تعدد الزوجات وساكت، عامل لك اللقاء مع حمدوك لعنهم الله جميعا. مرته قالت لو في أي مرة زوجة مشى يبيت ليلة مع مرته الثانية هي تشوف لها صديق تبيت معه. ده الحقير ده الدار يحكمك، دار يجيب لك الأمريكان وعقيدة الأمريكان وقانون الأمريكان. ونحن حنرد على هذا الخبيث بكلام من الدستور الأمريكي، وحنرد على الصليبي ذاته. الصليبي سيده الأمريكي ده نحن حنرد عليه بمادة المادة الثانية في الدستور الأمريكي. ده دستور أسيادك يا علماني يا قحاطي يا خبيث يا عبد لكفار. ده الدستور الأمريكي سكن من معناه التعديل الثاني في الدستور الأمريكي. ده دستور أسيادك. وأمريكا بالمناسبة من الدول التي تسمح بتسليح الشعب كله ممكن يسلح. واعلم أن الشعب الأمريكي يملك من قطع السلاح ما هو أكثر من عدده. الشعب الأمريكي فيه 330 مليون نسمة،
السلاح الشخصي الموجود في امريكا اكثر من 330 مليون دي ذاته، اكثر من عدد الاشخاص. ولا يستطيع هذا الخنزير الصليبي ولا القرد الافريقي ان ينادي بتغيير الدستور الامريكي، لكن يقول لك الكيزان او الاسلاميين غيروا عقيده الجيش السوداني بقوا اسلاميه. شوف الدستور قال شنو الامريكي، قال اول ريجوليتد ميليشيا. ميليشيا تعريفها شنو؟ ميليشيا جاي من الجيش، ميلتري معناه جيش، ميليشيا ده تعريف الكفار ذاتهم. قال لك ناس نون بروفيشنال فايترز، ده تعريف السياده كالكفار. قال لك الميليشيا هم مقاتلون غير محترفين، they act like an army كده. قال لك بيعملوا زي الجيش. يعني اللي حصل في السودان ده من المقاومه الشعبيه اللي هو ذكرها التقرير الخبيث اللعين، الشيء ده السياده كان الامريكان عاملينه. اول ريجوليتد ميليشيا قالوا الميليشيا المنظمه في امريكا، طبعا امريكا فيها كميه من الميليشيات المنظمه، ميليشيات لا حكوميه عندها سلاح، حركات عندها سلاح محميه بالدستور الامريكي، وما في امريكي بيقدر يغير الماده دي، لانه دي يسموها immutable معناه في الدستور ما فيها نقاش فيها ولا بتطرحها للبحث ولا النقاش اصلا. قالوا regulated militia being necessary ضروريه to the security of a free state، مهمه جدا لامان وسلامه الولايه. قال لك الولايه لابد يكون فيها ميليشيا. The right of the people to keep and bear arms، قال لك حق الناس في الاحتفاظ وحمل السلاح shall not be infringed، قال لك ده حق لا ينتهك القانون اصلا ولا دستور. ده كلام اهل الصليب ده يا خبيث يا جهول يا منافق يا مرتزق. ما بتقدر تتكلم في عقيده ولا قانون اسيادك. ليه؟ لانه بيدوك بالدولار وما بيدفعوهم. الامريكان ما بيدفعوا، بيكلموا الاعراب هؤلاء منافقين يقول لهم ادفعوا للعواليق دي الحرب اللي انت فيها. لو عايز تفهمها افهمها، لو ما عايز تفهمها ستدور عليك الدوائر وتستعبد وانت تنظر نهارا جهارا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يقيل الفتن ما ظهر منها وما بطن.